أهم سؤال بنسأله لنفسنا بعد التخرج هو أنا هعمل إيه وإيه الكارير بتاعي وإيه الحاجة اللي هتخصص فيها، خصوصا لو أنت أصلا داخل كلية أنت مش حاببها ومش حابب إن أنت تشتغل بيها. بس هو مين أصلا قالك إن أنت لازم تتخصص في حاجة واحدة بس؟ وليه ما تكونش أنت أصلا شخص مالتي بوتنشالايت وبتقدر تعمل كذا حاجة مع بعض؟ أنا معتز ياسر من أيام يونيك. الحقيقة إن من خلال شغلي في ال HR يمكن أكتر منه في التريننج اكتشفت إن في نوعين من الناس. نوع اسمه مالتي بوتنشالايت وده اللي بيعرف يتخصص في كذا حاجة وبيحب يعمل كذا حاجة، ونوع تاني بيحب يتخصص في حاجة واحدة بس عشان تقدر تعرف أصلا أنت أنهي نوع فيهم فأنت مطلوب منك قبل ما تخش في ده أو في ده إنك تعرف نفسك كويس جدا. ويمكن دي أهم نقطة بتقع من ناس كتير قوي وبتخلي ناس كتير حاسين بتوهان طول ما هما ماشيين في حياتهم. طيب إزاي أقدر أعرف نفسي؟ عندك كذا حاجة. أول حاجة إنك تعمل اختبارات تحليل شخصية، ومن اشهر الحاجات دي في اختبار اسمه MBTI واختبار ديسك واختبار تاني اسمه فيا كاركتر. طيب دي اول نقطة. تاني حاجة انك تاخد فيدباك من الناس، سواء كنت اتطوعت في مكان قبل كده او اشتغلت في مكان، حاول تاخد فيدباك من الناس على قد ما تقدر. دي من اكتر الحاجات اللي بتساعدك انك تعرف نفسك كويس جدا. وتالت حاجة وهي انك تقعد مع نفسك، ويمكن دي بتبقى اكتر حاجة صعبة على الواحد، لان صعب انك تقعد تحلل في نفسك وتشوف انت عامل ازاي. دي بتبقى صعبة قوي. فتقدر تجرب الثلاث حاجات دول هيساعدوك جدا في انك تعرف نفسك عشان تقدر تحدد انت انهي نوع. طيب وبعد ما قدرت انك تعرف نفسك، تعال دلوقتي نتكلم على كل نوع بالتفصيل. النوع المالتي بوتنشالايت متعدد المواهب والقدرات، والنوع المتخصص في حاجة واحدة بس. اول حاجة هو النوع المالتي بوتنشالايت. المالتي بوتنشالايت ده اهم السمات اللي بيتميز بيها وهي انه هتلاقيه بيحب الغنى وبيحب الطبخ وبيحب الهندسة وبيحب تنظيم الحفلات، وهتلاقيه بيعمل كل الحاجات دي مع بعض. تاني حاجة النوع ده بيحب يتعلم كل حاجة جديدة، وأول ما بيتعلم الحاجة دي وبيتقنها بتلاقيه سابها وبيروح يدور على حاجة جديدة يتعلمها. تالت حاجة النوع ده مؤمن إن الحياة عبارة عن فرص. أول ما بيلاقي نفسه مشدود لمجال معين وعايز يتعلمه بيسيب المجال اللي هو فيه وبيروح للمجال ده وبيتعلمه. ومن أشهر الأشخاص في النوع المالتي بوتنشالايت أرسطو وبنجامين فرانكلين وليوناردو دافنشي. أرسطو كان بيهتم بعلم النفس والفلسفة والمنطق وعلم الحيوانات والفلك. أما بنجامين فرانكلين هو صاحب المقولة المشهورة: إذا أردت ألا تنسى وتظل ذكراك خالدة، عليك إما كتابة شيء يستحق القراءة أو بفعل شيء يستحق الكتابة عنه. وهو كان بيهتم بالموسيقى والسياسة وعلم النفس. وأخيرا ليوناردو دافنشي وهو صاحب اللوحة المشهورة الموناليزا. ليوناردو كان بيمتهن الرسم وفي نفس الوقت كان مهندس وفي نفس الوقت بيهتم بعلوم النباتات. بس أظن إن الفرق إن الناس دي زمان ما كانش فيه حاجة اسمها شهادات، وما كانش فيه حد بيقعد يقول لهم اتخصص في حاجة واحدة بس ولازم تلاقي حاجة واحدة بس تمشي عليها ولازم تخش كلية واحدة بس. زمان وقت الناس دي كان اللي بيحب حاجة كان بيعملها وبيتعلمها وبيشتغل فيها من غير ما أي حد يتدخل في قراراتهم. وهو ده الفرق بين زمان وبيننا دلوقتي. ومن اكتر الحاجات اللي هتساعدكم تعرفوا اكتر عن نوع المالتي بوتنشالايت كتاب اسمه إدارة الأولويات لمتعددي المواهب والقدرات للكاتبة باربرا شير، واللي هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. وبكده يبقى اتكلمنا على اول نوع وهو النوع المالتي بوتنشالايت. اما النوع التاني وهو النوع اللي بيحب يتخصص في حاجة واحدة بس، فيمكن ده النوع الاشهر. بس برضو النوع ده بالرغم من انه بيتخصص في حاجة واحدة بس الا انه بتيجي فترة عليه وبيغير مجاله. بس الفرق ان هو ما بيعملش كذا حاجة مع بعض، بيعمل حاجة واحدة بس، وممكن يغير مجاله ده بعد 5 سنين ويمكن أقل ويمكن أكتر، على حسب هو اتشد لحاجة تانية ولقاها شبهه ولا لأ. أكتر حاجة بشكل عام بقى في النوعين هو إن النوع التاني دايما شايف إن النوع الأول ده مش صح، ودايما بنلاقي الناس اللي بقالها فترة شغالة في مجال معين وعندها خبرة في سوق العمل بتقول للنوع الأول ده إن اللي أنت بتعمله ده مش صح، اللي أنت فيه ده حاجة اسمها تشتيت ولازم تركز في حاجة واحدة بس. بس الحقيقة ان احنا لازم نتقبل بعض، ان النوع ده موجود والنوع ده موجود، وان الواحد لازم يكون مؤمن بالنوع ده ومؤمن بالنوع ده. متشكر جدا ليكم واتمنى يا رب الفيديو يكون فادكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير. شكرا. وبنجامين فرانكلين هو صاحب المقولة المشهورة: إذا أردت ألا تنسى أردت. وبنجامين فرانكلين كان بيهتم بالعلوم وبالسياسة وبالفيزياء وبالرسم وبالموسيقى. ده عك كده، ده كده انا بعك ماشي. بس على حسب ما بيتشد، لو هو اتشد لحاجة تانية بيغير المجال ده. عشان كده
بس هو مين قال اصلا انك لازم تتخصص في حاجه واحده؟ وليه ما تكونش انت اصلا شخص مالتي بوتنشال لايت ما بتحبش